بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام، متابعي موقع وجريدة مصر اليوم الإخباري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم تغطية جديدة من أرض الواقع ومن قلب الحدث من قرية القرمة مركز ميت سلسيل. النهاردة السيدة أو المجني عليها كريمة محي حسين اللي تم إلقائها من الدور الثاني علوي. أنا هنا زي ما حضراتكم شايفين أنا على أرض الواقع ومن جنب بيت السيدة التي تم رميها من الدور الثاني علوي. زي ما حضراتكم شايفين أنا في قلب المكان أهو. زي ما حضراتكم شايفين دي البلكونة اللي فوق، دي هي الدور الثاني علوي، دي اللي تم رميها فيها على الأرض اللي حضراتكم شايفينها كده. أرض كلها قش وأرض زراعية زي ما حضراتكم شايفين. السيدة كريمة محي حسين المجني عليها التي تم إلقاؤها من الدور الثاني علوي من قرية القرمة مركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية. طبعا كل جيرانها بتسيطر عليهم سحابة من الحزن بسبب اللي حصل لها وهي في وسطهم، لأن اللي حصل لها فجأة من غير ما يعرفوا، من غير ما ياخدوا بالهم. هم فجأة لقوا حاجة بتتشوح من فوق، حد بيستغيث الأول، طلعوا يجروا لقوا حد اتشوح من فوق. ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل؟ ايه اللي خلى الجناه اللي هم عدد 4 سلفاتها يعملوا معاها كده؟ هنعرف من شهود العيان جيرانها اللي شافوا من الجريمة على أرض الواقع وشافوا كل حاجة قدامهم، وتم إلقائها من الدور الثاني علوي زي ما حضراتكم شايفين كده، عارية مفيش عليها أي ملابس. جريمة الإنسانية تجردت فيها من جميع معانيها، الأخلاق تجردت فيها من جميع معانيها، واللي عمل فيها كده سلفاتها. قصة سيدنا يوسف يعاد جريمتها كل يوم أو اليوم. أخوته كادوا له كيدا وأرموه في بئر، وهذه السيدة المجني عليها كادوا لها سلفاتها وأرموها من الدور الثاني علوي زي ما حضراتكم شايفين. دي البلكونة اللي هي وقعت منها. معايا حضراتكم كده بالكاميرا، هننزل تحت. هنا وقعت في المكان ده تحديدا. انا هتكلم بقى مع شهود العيان وهيشهدوا شهادة حق باللي شافوه. اسمك ايه؟ سعيدة محمد عبد السلام. انت شفت ايه يا ست سعيدة؟ شفت لقيت صريخ، انا في بيتي جنبها على طول. سمعت صريخ فجوزي خارج يجري يشوف بقول له هنا، قلت له لا الصريخ في شقه السيد. اطلع يجري شوف السيد اللي هو جوز المجني عليه. جوز المجني عليه تمام. طلع يشوف لقوهم قابلونه على السلم 4 انفار بفلغموا فيه، عايزين يفطوا لو من على كتفته حتى. تمام. واللي جايبك اي راجل والفاظ وسخه. اللي جايبك هنا ايه صفتك يا نعتك وكلام ما اعرفش اقوله انا في الادب دي. تمام. وهاجمين عليها قبل ما واحد يجري من بعيد كده جايب شويه حشيش وجاي من الغاد. قلت تجري يا عيا شحاته وقال حلق ايه ما اشوف العيال ده عاملين جريمه افاق. تمام. احنا ما نعرفش ان هي محذوفه هنا. ايوه، لان احنا من القبل من الناحيه الثانيه. جميل. فجه يجري واحد حلق عليهم، وانت ماسك لنا الشرف وعايزين يخرجوا له المطوه كده. عايزين يهجموا عليه. جوزي طلعت تطل يا كريمه ما ردتش، ما نعرفش ان هي محذوفه. تمام. واحده تجري بقى من هنا، اما لمحتها من بره الجنب اللي هنا دي. من هنا كده البلكونه اللي هناك دي. ايه لمحتها كانت تجري علينا وقالت حلقوا عليهم، ده هتفين البت من البلكونه من فوق. تمام. فروحنا احنا بقى محلقين عليهم وقافلين الباب. فنفس الكبيره دي من هنا باب وسطان كده في وسط البيت، بره ما يخرجوا من بير السلم اتقفل، خشوا من الباب الوسطان. جميل. من الصاله بتاع بيت الارض. تمام. وطلعوا يجروا على بره. لما ربنا كريم الناس بقى حلقت عليهم ومسكناهم بقى بالجريمه لما المركز جه خد. طيب كويس قوي. انتوا كلميني بقى على الست اللي اترمت على الارض. الست اللي اترمت على الارض انا جاتها كانت في الارضيه دي كده. وسعي يا حبيبتي. على الحته دي في نفس المكان ده اهو. نفس الحته دي. يعني هي وقعت من البلكونه اللي فوق هنا. في نفس المكان ده اهو. على المكان ده. في نفس المكان ده كده اهو. ايوه هنا بالظبط هنا اهو. تمام. انت شفتيها عامله ازاي؟ انا نجري عليها بقى لانها عريانه. استروني غطوني. عريانه مفيش عليها اي ملابس خالص. القميص بحمالات. تمام. ايوه. طلعت تاجر جبت الملايه من عند غطتها، فحطوا طرحه طبعا كان في رجاله بقى جم وستات جم والناس كلهم جم. ايوه. تاجر جبت ملايه. واللي جرت جابت قميص من عندي، واللي جرت جابت لا مؤاخذه بنطلون. ولبسناها وسترناها. تمام. تقول ما تحركونيش لانها كانت بعيد عنك متدغدغه بقى. واحده اشتريتها لما سبناها على مكانها ما قدرناش نحركها، بنلبسها بالقوه عشان ندارها بس. لا حول ولا قوه الا بالله. لما الشرطه جت والاسعاف جت خدتها وبلغنا الشرطه جت خدت الناس دي. هي طبعا مستاجره شقه في قريه القرم صح كده؟ ايوه بات هنا. تمام كده؟ بات عم ايه. تمام.
طيب انتوا ازاي جيرانها كده بسم الله ما شاء الله وسبتوها يتعمل فيها كده؟ ما شفناهوش. ازاي؟ احنا جايين حوالي الساعه 11 في الساعه اللي احنا بنطبخ فيه، وكل واحد في مطبخ. يعني هم كادوا لها وتلصصهم لحد ما هي تبقى لوحدها في مكان، ورايحين وعارفين جوزها في الورشه، جوزها في الورشه واحنا في الساعه هم ساعه شغل الساعه 11 قبل الظهر، ان دول فلاحين وكل فلاح في ارضه، اللي جاي من الغاب جاي، وحتى لو ست بيت هي في قلب بيتها مش بره. انا عن نفسي سامعه، فهم اختاروا الوقت المناسب اللي هم ينفذوا فيه الجريمه الشنعاء بتاعتهم المجرده من الانسانيه والاخلاق. يا جوزها ماشي راجل ارزقي وفي بلد تاني. ايوه تمام. يعني هي كانت في الشقه الوحيده معاها طفلين صغيرين، حتى الطفلين مش هيقدروا ان هم يدافعوا عنها او يعملوا اي حاجه عشان اولاده تقولي من فوق هيموتوا. تمام. وكسروا الشاشه فوق وكسروا الدنيا يجري على بره. تمام تمام. اوكي. بتهجم عليهم محدش هنا خالص. انت يا حبيبتي شفتي ايه يا حبيبتي؟ شفتي ايه؟ انا كنت واقفه في البلكونه هناك. البلكونه هناك دي تمام. فطلعت النسوان اصلا كانت ماشيه من الشارع بتاعنا. تمام. فهي جت وطلعت اللي هم اللي عملوا فيها كده؟ تمام حلو كده. فطلعوا وطلعتهم بقى قعدوا يرزعوا جامد وتحيه كده وشتام بقى وحشه تمام قوي. تمام. فطلعتهم فجاه دخلوا وطلعت هي واقفه هنا بتصرخ من فوق جدوني. بتصرخ ايه؟ هي اللي هترمي نفسها ولا هم بيرموها؟ لا انا لمحتها وهي متعلقه في الحديده دي. يعني هي ماسكه عشان ما تقعش. يعني احنا عايزين نركز مع بعض، يعني هي ماسكه عشان ما تقعش. طيب بتقول ايه يا عم الحاج؟ كلامك مهم جدا. بتقول ايه؟ هي ماسكه متعلقه عشان ما تقعش. عشان ما تقعش. ايوه. بابا السكاكين على قد ايه؟ على قد ايه؟ عشان ايدها تفلت ام وقعتها. اللمحه كمان اكتر. تمام تمام تمام. انا تحت عند حماتها نموات. تمام. انا تحت عند حماتها على الشكمه، سمعت الرزع والشتام قله ادب وخرب. فلقيتها فوق في البلكونه بتقول لي الحق يا ماما الناس اللي معديه من هنا هيموتوا، الست اللي ساكنه في البيت الجديده ده. ايوه ايوه ايوه. فين هم فين؟ لقيت دي نازله صريخ صريخ وتقول لي شوحوها من البلكونه. لا حول ولا قوه جت الا بالله. جاريه، انا اول واحده جت هنا وسلفت. تمام. هنا نجري لقيناها مرميه على ظهرها ولابسه بس قميص قطن مكشوفه كده عريانه. تمام. ندهت على بنتي دي قلت لها تقسدال او قميص اي حاجه يا بنتي، جبناها ولبسناها انا وسلفتي، وام مصطفى جابت ملايه وغطيناها، والناس بقى اتلمت في قافه قلنا لهم كريمه في حد هيدفع من فوق. حد لسه عايز يقول حاجه من اللي شافها يا جماعه؟ يقولوا هاي. مين قاعد يقولوا هاي فين وهم في البلكونه بيقولوا هاي؟ انا نزلت لما ندهوا عليا نزلت جيت ابص على الشقه اللي قصادها هنا. تمام. جيت دي على السويق. اه كنت جيت اجري بقول له كريمه وقعنا، جيت اجري تقول لي لبسيني حاجه، قمت انا ببص لقيتها مش لابسه بنطلون. ما تجيبوا يا اولاد انتوا لبسوها قميص، الجيران شحتوا هدوم وجابوا لها. وانا رحت غسله لها رجليها. تمام. ورحت قعدت البسها، جيت ابص ما لقيتهاش لابسه اي حاجه داخليه خالص. تمام. ومتهجمين مبهدلينها مقطعين ايدها بالسكينه عشان من هنا عشان يوقعوها. يعني هي ماسكه متشبثه بالحياه ومش عايزه تقع، وهم عاملينها بالسكينه في ايدها عشان تفلت وتقع. تمام تمام. وانا هاجمين عليا. انت كنت فين بقى وقتها؟ كنت نزلت عشان اجي اشوف. لقيت واحده مقابلاني راحه تجري بتقول لي اتخري بدل ما غزك بالسكينه، كان معاها سكينه ساعتها. تمام. وانا مشيت راحت بتقول لي ايه، انا صرخت قلت لهم الحق حراميه، راحت راحه شتماني وشتام وحشه خالص. تمام. اللي عملوا معاها كده سلفتها. مظبوط كده يا جماعه؟ هي سلفه واحده ثلاثه اخوات. يعني سلفتها جابت 3 اخواتها معاها يساعدوها في تنفيذ الجريمه بتاعتهم. طيب ما حدش يعرف هم عملوا معاها ليه كده؟ هي سابت لهم البلد وجت عاشت هنا. خلاص. ايوه غلبانه جايه اصلا مأجر هنا وقاعده كافيه خيرها شرها وقافله عليها بابها. تمام تمام. الحمد لله ده ولا سنه على حاجه. ايوه. وتقول لها ما تخافيش بنتي كويس. قالت انا مانيش امها، ده انا حماتها، بس هي سلفتها اللي غيرانها عمرها بتغير منها كده وسابت لها البلد وبرده جت وراها. ده حماتها اللي هي بقى لها سنه بيغوروا منها. طبعا حد سمع لها حيل. زي ما حضراتكم شايفين حضراتكم جيرانها بيشهدوا لها بالاخلاق الحميده، وبيخلقوا لها بان هي انسانه في حالها ومش مؤذيه خالص وكافيه خيرها شرها، وجوزها صنايعي بيشوف بيجري على اكل عيشه، فهي بتنتظره في الشقه اللي هم مستاجرينها هنا في قريه القرمه. حضراتكم المشهد على الطبيعه ومن ارض الواقع.
من امام البلكونه اللي كادوا لها سلفتها واخواتهم ورموها من الدور الثاني علوي زي ما حضراتكم شايفين على ارض الطبيعه ومن قلب الحدث. جيرانها كلهم بيسيطر عليهم سحابه من الحزن بسبب اللي جرى لجارتهم، هم ما قدروش يدافعوا عنها بسبب مفاجاه اللي حصل دي. المفاجاه اللي حصلت دي بيقولوا ان هم كادوا لها كيدا واختاروا الوقت المناسب اللي ما فيش حد موجود معاها هيدافع عنها، اختاروا الوقت المناسب اللي ما فيش معاها زوج، ما فيش معاها حد يدافع عنها. حتى جيرانها كانوا مشغولين، اتفاجئوا بان هي بعد ما تم القائها من الدور الثاني علوي زي ما حضراتكم شايفين. متابعين الكرام، متابعي جريدة وموقع مصر اليوم الإخباري، انتظرونا في تغطيات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.